الواقع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لواقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواج ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشمة ما أصحاب المشمة والسابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلاثة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موزونة متكئين عليهم متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدقون عنها ولا ينزفون فاكهة مما يتخيرون ولهم طير مما يشتهون وحور عين كمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين سدر مهدود وطلع منزود وظل ممدود وما مسكوب وفاكهة كثيرات لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأنهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ذل من يهموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الهنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها والبطون وشاربون عليه من حميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبكين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه ختاما وظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن مهرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من مزنه أم نحن المنزلون
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم من أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب عليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالمين ونزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم آمن بالله صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين